بيقول له صاحب المكان يطلع ياخد فلوسه من مكتبه، ولما بيطلع بيتفاجئ بيها لأنها كانت حبيبته القديمة وبعد كده اتبخرت كأنها مكانش لها وجود، وإنها راجعة وعايزاه تتجوزه لمدة 3 شهور وكمان تخلف منه مقابل الفلوس. فبيقول لها انت شكلك اتجننتي على الآخر، وبيحاول يخوفها انه شخص سيء وممكن يعتدي عليها. بتقول له ما صدقش ان اخلاقك تسمح لك تعمل كده، بس في العموم لو عايز نقضي ليلة تانية مع بعض ما عنديش مشكلة، بس المهم توافق. وهنا ابننا بيتأكد انها بالفعل اتجننت على الاخر، فبيقول لها لا بقى سلامات، انا مش فاضيلك ويا ريت ما اشوفش وشك تاني. بنتنا تحس على دمها وتسكت. لا، بتروح له تاني يوم المكان اللي عايش فيه، ويا دوب لسه هتحاول تقنعه بالموضوع، لوريا وسام اولادها بيخرجوا من العربية وبيروحوا يقفوا معاهم. فبيستنتج آدم إنها غلطت مع حد غيره وخلي بيها، فعايزة تلاقي شخص تستغله وتسجل الأولاد باسمه، وكلمة منه على كلمة منها بيقول لها اللي في دماغك مش هعمله برضه، ولأن راسها وألف سيف ما تمشيش غير وهو موافق، بيشيلها غصب عنها وبيركبها عربيتها، وهو بيقول لها إنها مش من النوع المفضل علشان يوافق يتجوزها. فتحس بقى على كرامتها وتمشي. لا، برضو بتطلع على المركب بتاعه وبتعرض عليه الجواز قدام أهل القرية، لكن برضو بيجرحها وبيرفض. وهنا كرامتها العطلانة بتشتغل، فبتضربه بالقلم وبتاخد أولادها وبتمشي وهي منهارة يا عيني. وهنا بنكتشف